السلام عليكم. عارفين كيكة الناس الطيبين؟ هي دي اللي أنا عاملاها النهاردة، أنا مسمياها كده لإن هي كده زي الناس الطيبة بتاعة زمان، مضبوطة جدًا، طعمها حلو أوي، هشة كده، ومكوناتها كمان بسيطة وده أحلى ما فيها بصراحة، والأدوات بتاعتها مش معقدة، يعني عندكم خلاط تعالوا يالّا نبدأ بيه. وأول حاجة هنحطها في الخلاط النهاردة 3 بيضات، البيض ده يستحسن يخرج قبلها بنُص ساعة مثلًا من التلاجة علشان ياخد درجة حرارة المطبخ، أبيض بقى أو أحمر مش هتفرق. بعد كده وقبل ما انسى هحط عليه نص معلقة من الفانيليا صغيرة ومعلقة خل أبيض علشان يضيع مع الفانيليا أي ريحة زفارة وكمان بيخليها هشة كده يعني بيعمل كده زي محسن الكيك الطبيعي. بعد كده بقى هحط كوباية ونص من السكر الأبيض، لازم يكون أبيض يا جماعة، ما يكونش لونه غامق عشان ما يغمقلكوش الكيك. ولو عايزينها مش مسكرة قوي خلوها كوباية وربع سكر. بعد كده بقى هحط كوباية الا ربع من الزيت ويا ريت ما يكونش طعمه قوي قوي، وكوباية الا ربع من الحليب. وبس كده، شفتوا أسهل من كده بقى في الدنيا؟ بيتهيأ لي مفيش. ضربت بقى المكونات كلها السايلة دي في الخلاط حوالي دقيقتين تلاتة وبعد كده هحطهم في بولة، وهبدأ بقى أحط المكونات الجافة، هم كوبايتين دقيق، أول كوباية هحط عليها رشة ملح وأنخلها. وبنخلها ليه؟ علشان خاطر برضو تساعد إن الكيك كده بتاعنا يبقى هش. وبعد كده هحط عليه كيس بيكنج باودر كامل، الكيس ده فيه حوالي معلقتين واحنا دايما بنحط على كل كوباية معلقة بيكنج باودر. الكوباية الأولانية زي ما شفتوا كده هقعد أضربها كويس قوي مع السوائل علشان بس ما تعملش تكتلات، لأن أنا لو حطيت الكوبايتين مرة واحدة ممكن يعمل تكتلات وهيغلبنا قوي عقبال ما تفك. وحتى لو عمل تكتلات بالهاند بلندر بقى أو حتى بالمضرب اليدوي ده تقعدوا بقى تحاولوا معاه لحد ما تفكوها خالص. بعد بقى ما الخليط خلص خالص وشايفين القوام بتاعه زي كده بالظبط، انا بقى جبت هنا صينيه الومنيوم. وليه الومنيوم يا جماعه؟ بصراحه الكيك والمخبوزات احلى حاجه للالومنيوم، لا بيلسع بقى الكيك معاكوا ولا بيهبطها من ناحيه وناحيه، لا بتبقى تحفه. بس لو ما عندكوش ألمونيوم أو عايزين تقدموها كده في الصينية ممكن أي نوع تاني عندكم برضه هينفع ويبقى زي الفل. مسحته مسحة زيت كويسة وبعد كده نزلت الخليط بقى، شايفين القوام يا جماعة؟ وفي الوقت ده لازم أكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، واوعوا يا جماعة تحطوا الكيك قبل ما توصل درجة حرارة الفرن ل 180، هتقعد حوالي نص ساعة نص ساعة ل5 دقايق. الاسباتيولا دي يا جماعة لازم تكون في مطبخكم، بصوا ما خليتش ولا نقطة في البولة. بعد بقى ما خلصت رحت خابطة بقى الصينية كده خبطتين تلاتة من كل ناحية عشان لو في أي فقاعات هوا تطلع وما يبقاش فيها فراغات من جوه. وكمان عايزة أقول لكم معلومة مهمة قوي، أنا الصينية بتاعتي دي حجمها 30 في 30 علشان أنا عايزة الكيك بتاعنا النهاردة يطلع متوسط. أنا بحبوش عالي قوي بصراحة، بس انتوا لو عايزينه عالي قوي صغروا حجم الصينية. وبعد نص ساعة ل5 دقايق بالظبط خرجتها من الفرن بعد ما اختبرتها بعصاية شيش والعصاية طلعت نضيفة وزي الفل. خلاص طلعتها بقى وزي القمر، مش قادرة أقول لكم ريحتها وطعمها يجننوا. بس هنا بقى المفروض يعني إن أنا استنى عليها لما تبرد، بس كالعادة يعني وربنا ما يقطع علينا عادة ما استنيتش عليها لما تبرد. بس انتوا هتعملوه ازاي احسن تتفروك منكم؟ قطعتها كده ومع كوباية شاي بلبن كده دافية، يا نهار أبيض على الجمال. شايفين؟ شايفين القوام؟ لونها من جوه فاتح جدا. واستنوا، شايفين هشة قد ايه؟ مش ممكن، تجنن بجد، حلوة قوي، ما تستاهلش الا بقكم. يلا اوان بقى قوموا اعملوها دلوقتي، اظن يعني مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وان شاء الله مكوناتها كلها هتلاقوها موجودة عندكم. يا ريت بقى طلب صغير بعد اذنكم ان انتوا ما تنسوش اللايك وكمان تشيروها لكل حبايبكم عشان الكل يشوفها ويستفاد. واللي أهم من كل ده إن إحنا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات وكلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة. وألف هنا وشفا، والسلام عليكم.